مساء الخير يا جماعة. النهاردة أحكي لكم قصة مش سهلة خالص. قصة واحدة ست عايشة ظروف صعبة ومحتارة، ووقعت في موقف صعب جدا مع واحد قريب منها جدا. القصة دي حكتها ليا أحد المتتبعات، وطلبت مني أحكيها لكم زي ما هي عشان نستفيد ونتعلم من الغلط ونتفكر في القرارات اللي بناخدها لما بنكون في مواقف صعبة. الست دي اسمها مريم، وقصتها مع ابن أختها اللي كان زي ابنها فعلا. قصة بدأت في لحظة ضعف، ونهايتها خلتني أفكر كتير في الحب والواجب والمسؤولية. يلا بينا نسمع قصتها مع بعض. اسمي مريم، وهحكي لكم النهاردة حكايتي اللي قلبت حياتي، حكايتي أنا وسمير ابن أختي. الموضوع بدأ لما روحت أزور أختي بعد ما ابنها سمير تم 18 سنة. لازم تعرفوا الأول إن سمير ده أنا اللي مربياه. جوزي كان مسافر أوروبا عشان الشغل وسابني لوحدي، فطبعا رحت عشت مع أختي عشان أونسها وتونسني، وابنها ده كان هو كل دنيتي، كأنه ابني اللي مخلفتوش. كنت أنا اللي بأكله وأشربه وأغير له، لدرجة إنه كان بيقول لي ماما وبيقول لأمه طنط. الدنيا فرقتنا لما جوزي رجع من السفر، ومشيت من بيت أختي، وكان سمير وقتها عنده 10 سنين. بس للأسف جوزي رجع واحد تاني خالص. السفر والسكر كانوا طفوا فيه أي حاجة حلوة، والدكاترة قالوا مفيش أمل. بعد 5 سنين من القهرة سافر تاني، ومبقاش له لازمة في حياتي غير إنه يبعت فلوس. رجعت تاني لبيت أختي، لقيت سمير بقى شاب طول بعرض عنده 18 سنة. بس اتصدمت صدمة عمري لما شفته. كان متبهدل ولبسه مش نضيف وريحته إهمال. ده مش سمير اللي أنا ربيته وخليته زي الفل. أول ما شافني جري عليا وحضني وقال لي ماما وحشتيني قوي. قلت له أنا بقلب فيه بقلق، حبيبي يا سمير كبرت وبقيت قمر، بس إيه البهدلة دي؟ مالك عامل في نفسك كده ليه؟ رد بصوت مكسور، طنط يقصد أمه، ما بقتش مهتمة بيا زيك، طول النهار قاعدة على النت، يا دوب تحطلي الأكل بالعافية. الدم غلي في عروقي. دخلت لأختي وكنت هتخانق معاها، ازاي تسيبي ابني بالمنظر ده؟ انت مش شايفة حالته عاملة ازاي؟ انا هاخده احميه ونضفه حالا. اختي بصت لي باستغراب وحذرتني، يا ميار اهدي، سمير كبر وما بقاش عيل صغير، ازاي يعني تدخليه الحمام معاكي؟ عيب، ما ينفعش. زعقت فيها وانا مش شايفة قدامي، ده ابني وانا اللي ههتم بيه، مالكيش دعوة انتي باللي هيحصل. رحت لسمير ومسكته من ايده وقلت له بحزم، قوم يلا يا سمير هدخلك الحمام زي زمان. حاول يتهرب وهو مكسوف، يا خالتي ارجوكي انا كبرت، ما ينفعش والله. بس انا ما كنتش بسمع ولا شايفة، كنت عميانة عن الحقيقة، وجريته ورايا على الحمام وانا بقول له بطل دلع يا ولد. قفلنا الباب وفتحت الدش والمية نزلت عليه. جبت الشامبو وبدأت أحمي الولد وأنا بغسله من ظهره، ولما لفيته شوية حسيت إنه كبر جدا. يعني انتوا فاهمين إيه اللي كبر قوي؟ سمير بقى راجل على أصوله. وقلت له يا سمير انت بقيت راجل مش ولد صغير بعد كده، ايه ده؟ رد عليا وقال لي أنا كبرت خلاص يا خالتي. وقلت له بص، انت بالنسبة لجوزي أكبر بكتير، يعني هو أصغر منك. قال لي جوزك أصغر مني بجد؟ قلت له أيوة، انت كبرت بكتير. وفي اللحظة دي الشيطان بدأ يلعب في دماغي. معرفش ازاي الأمور وصلت للكلام ده فجأة، معرفش ايه اللي حصل لي وقتها، يمكن الحرمان اللي عشت فيه سنين، ولا ده كان شيطان دخل بيني وبينه. كل اللي أعرفه إني لقيت نفسي بسلم له وبستسلم لضعفي ولرغبتي الجسمي اللي جوزي نسيها من زمان. حصل بينا اللي عمره ما كان المفروض يحصل. واحنا في عز اللي احنا فيه الباب خبط، كانت أختي. اتنفضت وصرخت أنا بحميه، روحي انت دلوقتي. وبعدين بصيت لسمير وكملنا اللي بدأناه. بعد ما خرجنا من الحمام كل حاجة اتغيرت. الخوف والخجل اتقلبوا سر اسود بيني وبينه، ونظراته البريئة بقت نظرات راجل عارف كويس نقطة ضعفي. وفي يوم كنت قاعدة لوحدي في شقتي سرحانة، لقيته دخل عليا من غير ما يخبط، ما بقاش يستأذن، قعد قدامي وبص في عينيا مباشرة وقال لي بنبرة تخوف
نبرة واحد واثق من نفسه. خالتي، الوضع ده لازم ينتهي. أنا بحبك، مش حب ابن لخالته، أنا بحبك كواحدة ست، وانتي كمان بتحبيني، ما تقدريش تنكري. جوزك ده مجرد صورة في حياتك، وأمي عايشة في دنيا تانية ومش دريانة بحاجة. سكت لحظة وكمل كلامه اللي كان زي الصعقة. عندي حل واحد بس، اطلبي الطلاق من جوزك وأنا هقنع أمي إني عايز أتجوز، ناخد بعض ونسافر نعيش في أي بلد تانية بعيد عن هنا، محدش يعرفنا فيها، نبدأ من جديد أنا وانتي. حسيت إن الدنيا بتلف بيا. ده سمير، الطفل اللي ربيته على إيدي، بقيت أنا اللي كنت أمه، جزء من خطة مجنونة زي دي. فضل باصصلي ومستني ردي، وعينيه بتلمع بتحدي وأمل. في اللحظة دي شفت قدامي طريقين، وكل طريق فيهم نهايته ضلمة. الطريق الأول إني أرفض عرضه تماما، أقطع العلاقة دي من جذورها وأستحمل نتيجة رفضي. ممكن يغضب، ممكن يهددني ويفضحني، وممكن أخسره للأبد، بس على الأقل أحاول ألم اللي فاضل من كرامتي. الطريق التاني إني أرمي كل حاجة ورا ظهري وأمشي ورا قلبي، أطلق من جوزي وأهرب معاه. هخسر أختي وهعيش طول عمري في كدبة، بس يمكن ألاقي معاها السعادة اللي اتحرمت منها. أنا دلوقتي واقفة على حافة جرف ومش عارفة أختار أنهي طريق. أنا مين في الحكاية دي؟ الخالة ولا العشيقة؟ الضحية ولا الجانية؟ وهنا بسيبكم انتوا تحكموا. لو كنتوا مكاني كنتوا هتعملوا ايه؟ وهل في طريق تالت أنا مش شايفاه؟